بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي ومشاهدي برنامج حارس الاهلي. مش عارفين نرتاح معاك يا اهلي. نخرج من افريقيا نروح على المحلي، نخرج من المحلي نروح على العالمي، نخرج من العالمي نروح على القارات، ودايما بنجري وراك يا اهلي وبننهج. لازم ننهج، ومش اي حد. ما هو الاهلي اللي في نظر محبيه وعشاقه أعظم نادي في الكون. الأهلي صاحب الرصيد الأكبر من البطولات عن أي نادي في العالم. الأهلي صاحب الرصيد الأعظم من البطولات في إفريقيا. الأهلي صاحب المشاركات العالمية والبرونزيات في بطولة كأس العالم. الأهلي لما تقول على بطولة عالمية يبقى على طول تشاور على النادي الأهلي. مش أعظم نادي في مصر، ولا أعظم قلعة رياضية في مصر، ولا أعظم قلعة رياضية عربية، ولا أعظم قلعة رياضية إفريقية. لا، ده متخطي الحدود، ده عابر للقارات. باختصار لأنه ده الأهلي. الأهلي اللي شرف وبيشرف وهيشرف بإذن الله دايما مصر. الأهلي بأبطاله، بنجومه، بجمهوره، بعظمائه، برموزه، ببطولاته، بميدالياته، بإنجازاته. النادي الأهلي النهارده لما تيجي تسأل أي حد في العالم، يعني أنت لو رحت البالون دور دلوقتي تيجي تقعد في واحد يقول لك أنت منين؟ فتقول له مصر، يقول لك أهلي؟ يا فندم أنا أصلي أنا كنت بلعب كورة، كنت بتلعب في الأهلي؟ وأنا لما كنت بدأت كورة بتاع مع الأهلي؟ مش هيعرف يقول لك غير الأهلي. حتى حلوة كده وأنت بتقولها كده بالراحة كده، أهلي. أهلك، بيتك، مطرحك، مكانك، بطولاتك، إنجازاتك، راسك اللي دايما مرفوعة بس مع الأهلي على فكرة. ده على مدى سنوات وسنوات وسنوات. سنوات إيه يا عم؟ ده على مدى قرون، لأنه إحنا القرن الماضي وإن شاء الله القرن الحاضر، وبأمر الله لأولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا هيفضلوا يتغنوا بكلمة الأهلي. الأهلي اللي بكرة بإذن الله عنده جديد، عنده تحدي صعب وعنيف جدا مع نادي من أفضل الأندية العربية ومن أقوى الأندية العربية، مع بطل آسيا، مع نادي العين. نادي العين مع أعظم نادي في الكون في نظر محبيه وعشاقه ومشجعيه ومؤازريه. النادي الأهلي مش محتاج إن أنا دافع عنه، لأن اسمه وإنجازاته وتاريخه بيدافعوا عنه. لا، مش بيدافعوا عنه، ما اسمهاش بيدافعوا عنه، بيتكلموا بالنيابة عنه. بطولاته هي اللي بتقول، إنجازاته هي اللي بتقول، أهدافه هي اللي بتقول. وبالتالي أنا بقالي دلوقتي 3 أيام مش عارف أعمل إيه من طلب التذاكر على المباراة. جبنا تذاكر وخلصت وبنحاول نجيب وبتخلص وهكذا. يقول لك ان شاء الله تذكره درجه ثالثه، ان شاء الله تذكره درجه ثانيه، لانه ده الاهلي. الاهلي اللي مشرف جمهوره، الاهلي اللي مشرف بلده. كلنا ثقه في الله اولا بامر الله سبحانه وتعالى وفي نجوم النادي الاهلي، ولكن قبل اي حاجه جمهور النادي الاهلي. ودايما بقول مش اللاعب رقم 12، اللاعب رقم 1. انت تصدق ان مباراه الساعه 8 والناس رايحه من الساعه 2 المباراه؟ والله الناس جاهزه من الساعه 2 عشان تروح المباراه، واخداها فسحه واخداها رحله واخداها متعه. وباذن الله لعيبه النادي الاهلي ابدا 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 عمرهم ما هيخذلونا. والجمهور العظيم ده يستاهل منهم كل قطره عرق. اعمل اللي عليك وموت نفسك، وفي النهايه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. واذا عملت ده ربنا مش هيروح دول مكسورين الخاطر ابدا، هيروحهم مبسوطين سعداء ومنصورين زي ما الفرقه ان شاء الله بتكون مبسوطه. بالتوفيق للنادي الاهلي، بالانتصار للنادي الاهلي، والف مليون مرحبا بنادي العين.